كاينه واحد القضيه اللي بزاف ما انتبهوش ليها، وهي اللي بصراحه خلعاني قبل من هاد كاس افريقيا. وماشي هي ان المنتخب ديالنا تلقى صعوبه كبيره انه يسجل الاهداف، ولكن اللي انا خالعني حاليا هو ان الدفاعات ديالنا ما بقاتش كتختبر. حيت الا جينا نشوفوا من داك الماتش اللي تقصينا فيه في اخر كاس افريقيا ضد جنوب افريقيا تقريبا هادي عامين، ما عمر المنتخب ديالنا ما لعب ضد شي منتخب كبير في افريقيا. هاد المنتخبات كاملين اللي واجهناهم مؤخرا واللي حتى هما ولنا كنلقاو معاهم صعوبه، ما عندهمش ديك الاسلحه الهجوميه باش غيقدروا يضربوك بالكونتر ويشكلوا عليك خطوره. الاغلبيه ديال هاد الماتشات الاخرين ياسين بونو تقريبا ما تيقيش الكره نهائيا، والتخوف ديالي كيزيد خصوصا مع هاد الاصابات الاخرى اللي تعرضوا ليها حكيمي ونايف اكرد. نفترضوا مثلا ان نايف اكرد يغيب على المباريات، ما يمكنش تعتمد على سايس والياميق. وهاد القضيه ديال ما لعبناش ضد شي منتخب بحال نيجيريا ولا الكوت ديفوار ولا السنغال بالنسبه ليا ماشي مزيانه، حيت انا عندي احساس اننا غنتفاجئوا في كاس افريقيا. وهنا فين كتعرف ان الاحصائيات مثلا 17 فوز متتالي ديال المنتخب احصائيات اللي ما عندهاش شي قيمه كبيره، لان هذيك 17 فوز ما درتهاش ضد شي منتخبات من الصنف الاول. المنتخب اليوم ربح بواحد الزيرو ضد الموزمبيق، باقي لنا ماتش مع اوغندا من بعد 4 سيمانات وغتبدا كاس افريقيا. اش غنقولوا؟ الله يدير شي تويت الخير وصافي، حيت شي حد الساعه كنشوفوا المنتخب كيظهر بنفس الصوره بنفس الاداء بنفس الاخطاء بنفس التصريحات ديال الركراكي. الله اعلم.